لحاجات معينة زي تربية الخيول مثلا أو الحيوانات بيبقى ليها أماكن مخصصة. الناس دي من زمان من زمان وهي منظمة، يعني هم عارفين هم بيعملوا إيه. بصراحة شابوه. المكان اللي احنا موجودين فيه ده المفروض بيتم تصنيع القوارب بص، حاجة زي كده تبقى عجلة مركب، موضوع خيالي بصراحة. ودي نموذج لمركب مصغرة شراعية طبعا، من غير مواتير ومن غير حاجة، حاجة البداية أيام زمان. حاجة ظريفة جدا بصراحة. ويلا نكمل باقي استكشاف المكان. ومن ضمن الحاجات اللي بتميز مكان زي دوت هو الحاجات اليدوية اللي بتتعمل بصورة بدائية جدا، زي صناعة النحاس، الفخار، الزجاج، الجلود. عندك صناعة الخناجر والحاجات المعدن والسيوف. أنا بصراحة من هواة الأسلحة فأنا بحب. تعالوا نشوف الكلام ده بيقول إيه. أو سيف من التراث يا جماعة، تقيل.